ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هشارككم النهارده روتين يومي من بعد تحضير الفطار لحد نهاية اليوم. لو اول مرة بتشوفي قناتي وعجبتك قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجة ببدأ بيها يومي، يعني انا مش بصحى بدري قوي في رمضان، بصحى تقريبا الساعة 1 او الساعة 2. بصلي الظهر وبقعد بقى استنظر العصر واقرا برضو كده ما يتيسر من القرآن. وبعد كده بصلي العصر وببتدي اشوف بقى واجهز، اشوف انا هعمل فطار ايه. بحضر الفطار، وبعد ما بحضر الفطار بيكون خلاص المغرب فاضله حوالي نص ساعة او ساعة، يعني خلاص الاكل بيبقى على النار جاهز على السوا. بدخل بقى كده على البلكونة بفتحها بشوف لو في غسيل عايز يتنشر، في غسيل عايز يتلم. وببتدي ان انا اجهز المشروبات اللي هنشربها على الفطار. تحضير المشروبات بقى انا مش بحب اعمل كذا مشروب، هو نوعين اتنين بس كل يوم على الفطار. مرة تمر وبلح، مرة عصير، مرة بلح في لبن، مرة خشاف، مرة صوبيا، مرة الاسوس كده. بحاول انوع ما بين نوعين من العصائر او المشروبات الرمضانية، ما بكترش كتير قوي في نقطة المشروبات ديت عشان برضو يبقى فيه تنوع في المشروبات، مش كل يوم نفس المشروبات نشربها. طبعا لو عندك عزومة الوضع بيختلف، انت لازم تقدمي كذا مشروب، ما ينفعش نوعين بس. المهم بقى الكوبايات ديت بتسهل عليكي جدا، سواء بقى في ناس معزومين او ما فيش ناس معزومين. يعني المواعين ديت بصوا هي كده الكابوس بتاع الايام العادية وبتاع رمضان برضو. فقصة الكوبايات اللي هي الاستعمال اول مرة دي، او الكوبايات البلاستيك، بتسهل عليكي كتير جدا، اللي هو انت خلاص ارتحتي من جو الكوبايات. كفاية عليكي بقى المعالق والاطباق اللي انت هتغسليها. طبعا بقى باخد هدنة، بروح كده افطر واقعد كده ارتاح شوية. وبعد ما بصلي المغرب ببتدي ان انا احضر بقى الحاجة الحلوة اللي احنا هنعملها، سواء قطايف، سواء كنافة، سواء مدلعة، اي حاجة حلوة بقى احنا حابينها. فالنهاردة هحضر معاكم القطايف. طبعا انا بعمل القطايف بكذا حشوة. انا بحب الحشوات اللي هي محشية مكسرات اللي هي العادية خالص، وكمان بحب تكون محشية الكريمة الكدابة والنوتيلا، وكمان اللوتس بتبقى تحفة جدا، بس انا لسه ما اشتريتش اللوتس. المهم بقى بحضر الكريمة الكدابة ديت ازاي. كوباية لبن، بتحطي عليها معلقة كبيرة من النشا ونص معلقة كبيرة من الدقيق ومعلقة سكر وظرف فانيليا، وبتقربيهم كده على البارد، وبعد كده بترفعيهم على النار لحد ما يتقلوا ويبقى قوامهم عامل كده زي المهلبية. طب فايدة الدقيق ايه؟ فايدة الدقيق ان هو بيخلي القوام معاكي كريمي، مش زي المهلبية تبقى ناشفة كده وماسكة في نفسها. وباخد بقى القطايف بقليها، والقطايف بتطلع من الزيت على الشربات على طول. الشربات يكون بارد مش سخن. ضروري جدا الشربات بتاع القطايف يكون بارد عشان تبقى مقرمشة وحلوة معاكي ما تعجنش. وبس كده. لو انتي عاملاها حشو مكسرات بتبقى جاهزة للتقديم. لو انتي بقى عايزة تحشيها نوتيلا، تحشيها الكريمة الكدابة، بتبتدي ان انتي تحشي القطايف بتاعتك وترصيها في الطبق بالشكل ده. طبعا لو معزومة عند حد وعملتي طبق قطايف كده شكلتيه حشوات مختلفة، بتبقى تحفة جدا واوفر بكتير من انك تروحي تشتريها من بره. لو انتي معزومة عند ضيوف وعايزة تاخدي القطايف معاكي، هتغلفيها ازاي بشكل حلو؟ هتجيبي القاعدة اللي هي بتاعت التورت من عند اي محل مستلزمات حلويات ب5 او ب6 جنيه تقريبا. بتبتدي ان انتي ترصي القطايف بشكل دائري، وبعد كده بتقومي مغلفاها بالكيس الحراري، وبأي شريط ستان بقى موجود عندك تبتدي ان انتي تربطي الكيس دوت بشكل فيونكة كده من على الوش. بيبقى شكلها حلو جدا في التقديم، وبتبقى بصوا في منتهى الشياكة. نسيت اقول لكم ان الشربات بتاع القطايف بيبقى خفيف، يعني كوبايتين مية عليهم كوباية سكر وعصرة ليمونة، وتسيبوه يغلي على النار حوالي 5 دقايق بيكون جاهز معاكم. تعالى اقول لكم بقى ازاي بنظم وقتي من تحضير فطار لسحور لحلويات لكمان ترويق وتنظيم البيت وتأدية العبادة في رمضان. اول حاجة انا طبعا بصلي الفجر حاضر، وبعد كده بنام وبصحى براحتي على الساعة 1 او 2. بصلي الظهر وبقعد استنظر العصر. بقرأ في الوقت دوت ما يتيسر من القرآن على قد ما اقدر، ولحد ما العصر ما بيدن بصلي العصر وبدخل بقى المطبخ. بشوف انا هحضر فطار ايه. المواعين بتاعه السحور ساعات بكون غسلاها من بالليل، وساعات بكون سايباها. لو سايباها بغسلها طبعا بيبقى معايا وقت طويل، وخصوصا ان انا بحب اقف في المطبخ وهو نظيف.
ببتدي ان انا احضر الفطار، وبعد كده زي ما شفتوا معايا في بداية الفيديو بعد ما بهدي كده على الاكل وبسيب الاكل يستوي بيبقى فاضل برضو بتاع ساعة على المغرب. بروح بقى كده برضو في الوقت دوت واقعد اقرأ ما تيسر من القرآن. هو الوقتين دولت اللي انا بقرأ فيهم قرآن ما بين الظهر للعصر، والساعة اللي هي قبل المغرب. ساعات بعد العشاء بقرأ وساعات بعد المغرب، بس في اغلب الايام طبعا ما بفضاش وبنشغل بعد الفطار. نيجي بقى لبعد الفطار، خلاص فطرنا، مش معنى ان احنا فطرنا ان احنا نكسل بقى، لا انا عايزاكي تتحدي الكسل دوت وما تطوعوهوش وتخلصي برضو كل حاجاتك. يعني انا بحب ان انا اقعد على الفطار مفيش معلقة في المطبخ متوسخة، بغسل كل حاجتي وبقعد اقرأ في القرآن، ولو في حاجة عايزة تتروق بروقها برضو، غسيل عايز يتنشر بنشره، غسيل عايز يتلم بلمه، كل الترويق وكل حاجة بعملها قبل الفطار. طبعا وانتي صايمة بتبقي نشيطة والجسم بيبقى نشط وعندك استعداد ان انتي تشتغلي في البيت عن بعد الفطار. خلاص فطرتي بقى، يبقى يدوبك الحاجات اللي هي البسيطة اللي هي تعمليها. لو انتي هتغسلي الطبقين بتوع الفطار، هتحضري حاجة حلوة، يعني ما تضغطيش نفسك قوي بعد الفطار، حاولي تخلصي كل حاجتك قبل الفطار. طيب بفصل امتى بقى او برتاح امتى؟ هو عموما من بعد الفطار انا ما بيبقاش ورايا اي حاجه ان انا اعملها غير اني اصلي المغرب واصلي العشاء. طبعا انا مش بعرف اصلي التراويح لان معايا اطفال، فما بيبقاش ورايا اي حاجه اعملها غير لو انا هعمل حاجه حلوه. بقعد طبعا برتاح ساعه بعد الفطار، بقوم اعمل الحاجه الحلوه ديت، وبعد كده معايا بقية اليوم لحد السحور راحة، ما وريش اي حاجة تاني ان انا اعملها. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وانتظروني في فيديو تاني جديد.